تعالى اقول لك ازاي ما تقعش في الفخ ده وانت بتلعب شطرنج. لما الخصم بتاعك يلعب لك دي 4، فساعتها انت تلعب له دي 5، يلعب سي 4، تلعب اي 5، وده اسمه الالبن جامبت. فهو هنا هيقرر انه ياكل البدأ اللي موجود في الاي 5، وساعتها انت مش هتاكل البدأ ده وهتزق البدأ اللي موجود في الدي 4. وساعتها هو هيلعب اي 3 عشان يكسر البدأ ده في البدأ ده، بس انت هنا هتلعب الفيل بتاعك في مربع البي 4 تعمل كش للملك. ساعتها هو هيغطي بالفيل، وساعتها انت هتسيب الفيل بتاعك وهتاكل بدأ في بدأ، عشان اول لما هو يحاول ياكل الفيل بتاعك تكمل ببدأ في بدأ تاني. طبعا لو هو اكلك بالملك فساعتها هيخسر الوزير بتاعه، ولو هو هنا جه بالملك بتاعه في مربع الاي 2 عشان يحمي الوزير بتاعه، فساعتها بكل بساطة هتاكل حصان في حصان وتجيب حصان بكش عشان تعمل كش للملك، فساعتها هو هياكلك بالطابية، وساعتها تجيب الفيل بتاعك في مربع الجي 4 عامل كش للملك، واول لما يمشي من الملك تاكل الوزير ده وتكسب الدور. وده اسمه فخ لاسكر على اسم بطل العالم